وحش. مفيش ولا بنت فيهم تنفع في دور كارمن. مفيش فايدة، مش واخد باله مني. الأستاذ المخرج بيعاملني كمدربة وبس، عايز يحبسني ومش مديني فرصة اثبت له إني أصلح واحدة لدور كارمن. أنت يا أيمن الملحن مش شايف؟ أنا ما بشوفش. بقول لك يا مشيرة أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. يا مشيرة انت عارفه الاستاذ ما بيشوفش اللي في دماغه بس، خديها من قصيرها واعملي زيي. أعمل إيه؟ تبقي راضيه بالمقسوم لك زيك أنت يا راضي؟ الأستاذ خلاك تصدق اسمك وتبقى راضي على كل حاجة. ولو بقتش راضي ايه اللي هيحصل؟ برضه هفضل افسر ما نفس الفرق وما اقدرش افسر اللي جوايا. انت يا مشيرة اكتر واحده عاشرتيه وحبيتيه، بس هو ما حبنيش. ايه المهم احنا نحبه وننفذه اللي في دماغه، واكيد الاستاذ هو اللي صح. طبعا أكيد الأستاذ هو اللي صح. أنا مش طالبة إنه يحبني، أنا طالبة أعمل كارمن. وأنا مش هعمل كارمن. وأنا مش هعمل كارمن. أنا أحسن لا أقفل المسرح بتاعي. وقفوا البروفات. وطي صوتك الاستاذ في اوضته والكاميرات والميكروفونات مفتوحه، يعني شايفنا وسامعنا يا عم ممدوح. أنت واقف مسنطر نفسك على الكاميرا؟ تعالى يا أخي. أنا المنتج هنا والمسرح مسرحي، وأنا سكت كتير علشان الصداقة اللي بيني وبينه، إنما يغرقني لأ. يا ممدوح الأستاذ بدأ فعلا ينفذ في مسرحيته، ما رفضتش من الأول ليه؟ ما ادانيش فرصة ولا ادى لنفسه فرصة حتى يقتنع بالنص اللي أنا جايبه. أيوه بس إحنا اتناقشنا مع الأستاذ في الموضوع ده، والأستاذ كان ديمقراطي جدا. بيصور وما حدش فينا رفض كارمن. طبعا ما حدش يرفض. إذا كان الأستاذ الديمقراطي وهو بياخد الأصوات، قال مين الحمار اللي مش موافق على كارمن؟ كنت عايزني ما وافقش، ما اداناش اختيار. بل اختيار كان قدامك، يا ترفض يا تسكت. ما عشان كده انا اخترت ان ارفض كارمن وابقى حمار كسب فلوسه، احسن من ان اقبل كارمن وابقى برضه حمار بس خسر فلوسه. ايوه يا ممدوح بس انت كده ممكن تخسر الاستاذ. بقول لك ايه يا ايمن، بطل انت بس تدندله في ودانه علشان تفضل جنبه. انت ملحن سواء في كارمن او في روايه تانية هتدندله برضه. خايف من ايه؟ واضح انتوا مش هتجيبوها لبره. ما تسيب الاستاذ يعمل اللي في دماغه وبعدين يعمل لك اي روايه تانية. الروايه التانية الاول، وانا اشتريتها خلاص من الاستاذ زكي شبانه. ايه؟ التليفونيست بتاع التليفون بقى بيقلب. ايوه ده موهوب وياما خدم في المسرح ده، واللي عايز يستنى ويشتغل في الروايه دي انا هبدا في البروفه دلوقتي. استاذ زكي، استاذ زكي. ايوه مين معايا؟ يا ابني انا مش على التليفون، انا هنا على المسرح. اتفضل. مساء الخير يا زملاء المسرحيين. ايه النص معاك؟ خليك معايا. النص اهو، بس انا خايف ان الاستاذ ممكن يبهدلني ويقطع عيشي. ما تخافش، اذا كان هو المخرج انا المنتج، هو العبقريه انا الفلوس. انا معايا فلوس كتير وانا مؤمن بيك، والنص بتاعك اهو يفتح النفس وهيفرقع في السوق. طب بس يعني عشان الحساسيه مش عايز حد فيكم يقول قدامه ان النص بتاعي اعظم من كارمن بتاعته. انت عارف عدوك ابن قارك. على فكره ما تقلقوش، انا كاتب لكم كلكم ادوار كويسه قوي. انا مش عايز طريقه روغه. انا مروح. ربنا يستر. مساء الخير. أنا سعيد إن أنا ببدأ معاكم النهاردة أول بروفا لمسرحية كارمن على خشبة المسرح، وأنتوا عارفين طريقتي كمخرج، ما أحبش وجود أي ضيف في الصالة. كده مين جاب الناس دي هنا؟ سمحتوا معايا ثانية واحدة، اتفضلوا ثانية واحدة. مين دخل الناس هنا؟ في حد بيحضر بروفاتي؟ فين مدير خشب مسرح؟ مدير خشب مسرح فين؟
طبعا ما هو اللي مدخلكوا. ها مين اللي جاب الناس دي هنا؟ حد بيحضر بروفاتي؟ سمحتوا يعني العرض كمان 3 اشهر. سمعتوا معايا؟ ماشي ده مكاني يا ماما، ده مكاني انا. معلش سمحتي. ايه واخدين منهم فلوس؟ مقلبين الجمهور في البروفات؟ طب شغل يالا. مدير خشب مصر يا فندم. مين؟ مدير خشب مصر. امال وانا داخل شايفك بتبيع موبايلات مين؟ جبت الموبايلات دي منين؟ انزلك تحت تقطع دلوقتي؟ ها؟ اتفضل فضيلة خشب مصر. طب لحظه ساعتك. فضيلة خشب مصر. اتفضلوا سريعوا. ما هقول لحضرتك. نعم. طب ما هم دخلوا قاعدين ساكتين. لو سمعت نفس. لا انا مثلا. لا انت فاهم ها؟ اهو تعالى تعالى. لا ازيك يا ممدوح؟ اهلا يا استاذ. ازيك يا شبانه؟ سبت كابين تليفون جاي هنا تعمل ايه؟ اصل الحقيقه بس ما دام قلت الحقيقه بناوي تالف. عارف ناوي تالف كذبه وانت راضي. مشرح مصارع السلام خلص؟ قرب يخلص يا استاذ، بس حضرتك لازم تشوف الاول. حاضر. وانت يا مشيره اخبار البنات ايه؟ عملت لهم شويه خطوات مش ايه يا حبيبتي؟ عملت لهم شويه خطوات. في حد يقول عملت لهم شويه خطوات؟ تقولي عملت لهم شويه محشي، عملت لهم شويه ملوخيه. عيب لما تبقي طويله وهبله. عيب. ضربتهم على شويه خطوات مش عارفه حضرتك هتوافق عليها ولا يا دي المصيبه، ما تستنوش تاخدوا رايي في كل حاجه يا اخوانا. احنا بنعمل عمل جماعي وكارمن محتاجه ابداع، وانتوا عمركم ما هتبدعوا ان ما كنتوش تشعروا ان جواكم حر. وانا مش فاهم انتوا ليه مش عايزين تمارسوا حريتكم؟ انا طلبت من كل واحد فيكم يقدم لي تصوراته عن المزيكا، عن الالحان، عن الديكور، عن الملابس، عن الاكسسوار، عن الخطوات. مفيش حد قدم لي تصوراته. عايزين انا اعمل كل حاجه بنفسي. استاذ ايوه انا عملت بعض تصميمات لملابس مسرحيه كرم. اتفضلوا اهو. حته ترزي في الفرقه. ها تعب وشقي علشان يقدم حاجه لفرقته. برافو يا راضي. نعم. تصميمات انت هتفضل واقف كده مقنفد كده يعني ولا ايه؟ دي ملابس كارمن، ده فستان كارمن رائع، ودي بدله مصارع تيران. ابشر يا نبيل معمول لك بدله ولا اللي هيلبسها الطور. كويس. ودي بدله الضابط خوزيه. دي تصورتك على الملابس؟ بس انا ليا تصور تاني خالص في الملابس، انا اللي هصممها بنفسي عشان ابقى مطمن. لم الزباله دي يلا. استاذ. ايوه يا برطمان. ايوه استاذ انا ما لحقتش اعمل غير 3 مناظر في الديكورات المسرحيه. 3 مناظر بس يا برطمان؟ معقوله؟ طب اتفتح برطمان، افتح على اخر بقى. كارمن كم منظر؟ برطمان لا. كم منظر كارمن؟ 14. طيب كارمن 14 برطمان 14 منظر. تقوم انا بقى اتدبس انا في ال 11 التانيين تخلصهم. وعد يا برطمان. احسن هفتحك فتحه. الله انت مهتم بالهندسه المعماريه؟ لا حضرتك هي المفروض كده. ايوه المعمار الهندسي. كويس أوي المنظور كويس، الخطوط قويه، مسطحات اللون رائعه، بس انا ليا تصور تاني خالص في الديكور انا اللي هصوره بنفسي علشان ابقى مطمن. لم الزباله دي. نبيل اترددت، كنت عايز تقول حاجه. ليه يا بابا تحكم على ابداعك بالاعدام؟ مش جايز تكون عامل حاجه كويسه؟ مش شايفني بشجع زمايلك؟ دي بعض الاشعار كاغاني الكارمن. اشعار واغاني اخطفها، انا ما عنديش اغاني، بس على الله تكون كتبتها انا بقى. كتبتها يا استاذ بكل التصورات الممكنه، نثر وعاميه وفصحى. اختار يا ريس. ده انت رخم. اختار ايه بقى يا راجل؟ هي يا ناس يا عاميه يا فصحى. هخترع بس انا من غير ما اقرا بقى. انا ليا تصور تاني في الاغاني انا اللي هكتبها بنفسي عشان ابقى مطمن. لم الزباله دي يا بابا. ايمن موسيقار العبقري هتقف لي زي البروطه. فين تصوراتك على الالحان؟ انا يا استاذ معقوله؟ انا بس مستني اعرف باحساس سيادتك الموسيقي تصورك للالحان. لا يا برم، تقول لي تصوراتك وارفضها وبعدين اقول لك تصوراتي. معقوله؟ ايه هتعمل ايه يا نصر؟ هتعمل ايه؟ لا مؤاخذة ما اعرفش حيوان مين زبل المصري. وعشان كده ما كنتش عايز ضيوف في الصالة بصراحة. لا قلت ايه؟ حيوان زبل المصري. يا اخوانا ما يعرفش ان انا الحيوان.
تعالى زفت. تعمل ايه؟ باكنس. ايه؟ باكنس. باكنس؟ في حد يقول باكنس؟ باكنس ولا ده خطأ شائع؟ باكنس. باكنس ولا باكنس؟ باكنس. لا هي باكنس بقى، ايه رايك؟ تعمل ايه؟ حاكنس. حكنس ولا هكنس؟ حاكنس. لا هي هكنس، ايه رايك بقى؟ ثانيه واحده بقى معلش، عشان انا ليا تصور تاني خالص. اللي كان خازن المسرح كده الاخضر يمشي مع القميص يبقى هايل كده اهو. فسحه بقى. مش تعرف تصوري انا بقى كمنتج؟ سمعتك يا استاذ شفطه وانا قاعد في مكتبي فوق. انا كمنتج برفض مسرحيه كرم. انا اسف، احنا اصدقاء من 10 سنين وقدمت مسرحيات على المسرح ده من المسرح العالمي وانا خسرت. انت خسرت فلوس بس وهنعوضها. وانا مرميش فلوسي في كارمن. هسألك سؤال، كم واحد في الصالة يعرفوا كارمن اللي انت كاتبها وعايز تخرجها؟ وايه المانع بس انه الناس تعرفها؟ ويعرفوها ليه بس يا اسطى راضي؟ اسطى؟ انا مش اسطى، انا مطرب. الاستاذ نفسه عمره ما نهاني. في حاجة يا اسطى راضي؟ لا يا استاذ. يا ابني افهم، كارمن مش بتاعتنا اصلا، دي بتاعت اليونان. يونان؟ يونان يا جاهل، بتاعت الاسبان، ثم كارمن مش بتاعت حد. كل واحد من حقه يشوفها زي ما هو عايز. وده مسرحي عايز اقدم فيه للناس طبق هم عارفينه واخدين عليه علشان معدتهم ما تتعبش. كارمن بتاعتك دي هتبقى طبق تقيل شويه على الناس. واحده من دول هتشفطني انا شخصيا. يا ابني افهم، ده متوقف على المعالجه. تفسيري انا الكارمن، انا شايف كارمن ازاي؟ انا بقى شايفها بنت غجريه بتجري ورا الرجاله، كل واحد يجي يحبها ويتعلق بيها تديله على دماغه وتكنتره وتروح لواحد تاني. ضحكت على الظابط خوزيه وخليته يسيبها تهرب وضيعت مستقبله. اتكلم انت وانا شغال، مالهاش عشان ما تعطلش نفسك. وضيعت مستقبله ورفدوه. ايوه. وخدته معاها على الجبل مع مهربين المخدرات. ساب كل حاجه علشان خاطر عيونها، وهي سابته وحبت مصارع التيران، وفي الاخر الضابط خوزيه قتلها. انت حاطط في بقك بطاطسايه سخنه. انت كده سخفت كارمن خالص. هي اصلا سخيفه. اخرس يا تليفونيست. مش فاهم كنتوا؟ افهموا، انا مش هقدم اوبرا كارمن، والحدوته نفسها ما تهمناش. هل يهمني المعنى اللي ورا الحدوته، البعد السياسي. سياسه تاني يا استاذ؟ المسرح السياسي بقاله مليون سنه في العالم ما عرفش يغير اللي غيره حته ظابط في ليله واحده. ما حدش قال ابدا المسرح ممكن يعمل انقلاب. انا اللي يهمني في كارمن القيمه الانسانيه، قيمه الحريه، وازاي كانت كارمن دايما بترفض القيود. وانا ما فيش حد يأيدني، هقدم على المسرح ده كارمن ومحدش هنا ليه راي تاني. خلصت. بذمتكم مسرحيه عن الحريه هيخرجها الدكتاتور ده؟ شوف يا استاذ، انا اشتريت مسرحيه من الاستاذ زكي شبانه وهقدمها. استاذ زكي شبانه التليفونيست بيكتب. كتبت ايه؟ دليل التليفونات. ألفت مسرحية ايه يا استاذ شبانه؟ كرخانه. كرخانه لمؤلفها زكي شبانه. عايزني انا اخرج مسرحيه اسمها كرخانه؟ مش مشكله، نسميها اسم تاني. ايه راي حضرتك في اردغانه؟ لا هاخد اتنين، كرخانه واردغانه، على الاقل مسرحيات ماشيه مع المسرحيات اللي بتقدم في السوق اليومين دول. كرخانه واردغانه. هقدم كرخانه تضرب، او نازل باردغانه تولع، تكون انت كتبت لنا شفخانه. وانا مستعد اكتب لك كل الروايات دي في اسبوع. كرخانه دي انا شايف فيها نفسي طبعا. خليه يكتب لك بلاعه كمان. عندنا رقصات من روسيا هخليهم يرقصوا شرقي. وانا مالي الروايه نكت. اخلصوا، انتوا اخطر من تجار الهيروين. انتوا عايزين تخربوا عقول الناس وتغيبوهم، وانا طول عمري بحارب المسرح ده. هو طول عمره بيحارب المسرح ده، وانا مش هسمح ان المسرح ده يتقدم ابدا. مش هيسمح انه يتقدم ابدا. وده مسرحي انا حر فيه، وده مسرحه هو حر فيه. ده ملحن ولا ملقن؟ دي مش حريه، دي فوضى.
مسرحك ده ملوش اي قيمه، مجرد حيطان وبس. انما المهم اللي بيتقدم عليه. اسمع، انا هاجر منك المسرح عشان ابقى حر واقدم فيه اللي انا عايزه. حلال عليك، انت بكرمن على حسابك وخلينا اصحاب. طب والكرخانه؟ معلش يا زكي، دي مسرحيه صيف، هشوف لك خرابه في اسكندريه نعرضها فيها. بس شوف يا استاذ، مش عايز اللي حصل ده يفسد علاقتنا. انا ممثل في الفرقه وهعمل الدور اللي انت مرشحني فيه، رغم ان الدور صغير، جملتين وبموت. ما انا خايف وانت بتموت تعتمد. سلام. طب ودلوقتي هتعمل ايه؟ هعمل كارمن. ما اقصدش، اقصد هتجيب منين الفلوس؟ احنا كلنا جنبك مستعدين نشتغل ببلاش. لو وصلت اننا نلم من بعضينا. ايوه يا استاذ، احنا ممكن نلم من بعض. انا مش مشكلتي الفلوس. ممكن اي تاجر مخدرات ينتج سينما، ينتج مسرح. انا مشكلتي دلوقتي اللي تلعب دور كارمن. طب ايه رايك في جليله؟ طويله. طب نيرة. قصيره. ممكن امينه. تخينه. رئيفه. نحيفه. طب وهيبة. تحت الشجر. وهيبه كئيبه. كل اللي في الفرقه واللي شفتهم ما فيهمش حد ينفع لدور كارمن. بحس فيهم بالضعف. كارمن اللي انا عايزها لازم تبقى قويه وعنيده وجواها حر. طب ممكن انا يا استاذ؟ انت تلعب كارمن يا ايمن؟ اتجننت؟ لا يا استاذ، ممكن انا اروح بكره معهد الكونسرفاتوار انقي بنتين ثلاثه، ممكن واحده فيهم تنفع لدور كارمن. برافو عليك يا ايمن. بس ما تروحش انت، انا اللي هروح علشان ليا تصور تاني خالص في الاخر. شفتم؟ وروني. ايه اللي انت جايبهم لي دول يا ايمن؟ ايه ده؟ ايه؟ استني يا ست، ايه ده؟ انت بتدربي دول كورال. امال رقصتم ليه؟ فضلوا يروحوا يغنوا بره. امال فين البنات اللي انت قلت عليهم يا ايمن؟ انا مدي ميعاد لبنت الساعه 8 وزمانها جاي. وانا هعيد اللي عملته ده تاني معاها لما اتشرف؟ ما بقاش فيه التزام معايا، وافردوا جسمكم لفوق. حسوا يعني ايه كارمن. الراس مرفوعه لفوق على جنب شويه، هي دي كارمن. اي 1 2 3 الله الغني. 1 الله الغني. ايه يا راضي، في ايه؟ انا ماشي مش شغال في الفرقه دي تاني. ايه يا راضي مالك؟ خلاص تعبت، عينيا اتمققت من كتر الشغل على المكنه، وكل ده مش عاجب الاستاذ. ايه يا راضي؟ ايه يا اخي؟ وانت لسه هتعرف الاستاذ؟ ايوه بس ما توصلش الاهانه. انا بفوت كتير وساكت وراضي. فصلت له التصميم الزفت اللي هو عامله فستان كارمن 7 مرات وبرضه مش عاجبه. في فستان رقبته وسع الوسط. وطي صوتك يا راضي، اعمل معروف، الكاميرات مفتوحه، ما توديناش في داهيه. انا ما يهمنيش ده كاميرات ولا ميكروفونات. انا شلت الفيشه وانا خارج. طب ما تقول كده من الصبح يا اخي. لا طبعا الاستاذ ملوش حق. هي ايه يعني، حموريه ولا ايه؟ ده مسكني بهدلني علشان قلت له حضرتك انت مش واخد بالك، ولسه هكمل اتشال واتحط واعتبرها اهانه زي الجرى واقول له انت مش واخد بالك. عيب عيب يا راضي، عشان كده عايز تمشي وتسيب الفرقه؟ ايوه همشي. فكر كويس يا اسطى راضي. انا مش اسطى، انا مطرب ومفيش قوه تخليني ارجع في كلامي. تعالى لي يا الصلاة يا زفت. حاضر يا استاذ. يا جبان، هو مش قال انه شال الفيشه؟ فكرك سمعني؟ يا ريت الاستاذ يصمم لنا فستان كارمن تكون رقبته وسع ديله. ليه هلبس كارمن باراشوت يا ايمن؟ تعالى لي هلبسك الفستان. حاضر يا استاذ. يلا يا بنات. ايه 1. مساء الخير. يا ترى الاستاذ ايمن موجود؟ جايه حالا. معقوله دي مواعيد دي؟
مديلي ميعاد الساعه 8 وما انا اجي متاخره الساعه 8 ونص اجي ما لهوش. المفروض يبقى في احترام للمواعيد بلا قله ادب. هو انت اللي جايبك ايمن عشان تقابلي الاستاذ؟ ايوه. دادا دادا ابله، هم دول البنات اللي بيتمرنوا على الخطوات؟ ايوه. ايه 1 2 3 وروني بسرعه الخطوات عشان اعملها معاكم على السريع. استني عندك، مفيش تمرين الا لما تحترمي مواعيدك يا هاني. ميعادك الساعه 8، الساعه دلوقتي 8 ونص و5. اتفضلي روحي اقعدي هناك لما يجي الاستاذ وياخد قرار في موضوع تاخيرك. لا اصل هناك معايا بنات وهتتحسنوا. ايه 1 2 3 4 1 2 3 4 هناك. هم عملوا فينا يالا. ولا اللي بيتاخر زينا كده بيدخلوه اوضه الفيران ولا بيحطوا السيخ المحمي في صرصور ودنه. انت جايه متاخره؟ الميعاد الساعه 8، الاستاذ بتاعكم بسلامته هو اللي حدده لايمن. جيت انا 8 ونص. اتاخرت ليه؟ انا كده بقى ما احبش حد يفرض عليا حاجه، اصل هو حدد الميعاد اللي يناسبه، وما دام ما اتفقناش يبقى من حقي اجي في الوقت اللي يناسبه. صدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا بره من 8 الا ربع وقصدت اتلكى عشان اربز لكم المخرج بتاعكم ده. ده هيتفرس فرسه. احسن. ده انت مناكفه بقى. لون برضه. ايوه. انت معهد باليه؟ قعدت في المعهد 3 سنين وسبته. سبتي ليه؟ وانت مال اهلي؟ ما بهزر. لون بصراحه رفضوني. ورفدوك ليه؟ اصل ضربت مخرج. ضربتيه ضرب؟ سبلي، اما اكون صاحبته بالعافيه او يقرفني في التمرين، وانا ما احبش حد يغصبني على حاجه، اصل انا حريتي قبل اي حاجه تانية. مش انت حر؟ وانت مال اهلك؟ حلوه قوي. وبعدين وحشه وحشه قوي. اسره سبت الباليه ودخلت الكونسرفاتوار، قعدت فيه 4 سنين وسبته. وسبتي ليه؟ برضه ضربت مخرج. ده انت تخصص بقى. اصلك انت مش واخد بالك، في صنف من المخرجين دول معقدين، عنده عقده نقص، عشان يثبت انه مخرج لازم يعمل الشويتين بتوعه. بالك انت المخرج بتاعكم اللي كلكم بتترعشوا منه، هي مره واحده بس اديله على قفاه يمشي عدل. اصل انت مش واخده بالك، المخرج بتاعنا ده قليل الادب، ممكن يقلع الجزمه يضربك بيها ويطردك. بناقص هيقطع عيشي، ما انا بشتغل. شغال ايه؟ برقص، ما اقدرش اعيش من غير رقص. بتغني؟ يوه غنيت على شباب كتير زي الورد. شغال فين؟ في كباريه. زفت. كباريه زفت؟ يعني انت اللي بترقص في البولشوي يا خي. غلط، الخطوات دي كلها غلط. ولا تعالى اقعد هنا، انت مالك؟ انت تعالى اقعد هنا، انت مالك؟ مفيش ستايل. اتفضلوا انت بالذات هيدول الخطوات دي تاني. امرك يا استاذ. استاذ ايمن مش موجود، هعدي عليه بكره. تعالي والله بكره خش البروفا. اصل انا مطربه ما برقص. خش البروفا. ثانيه يا نسا، خشبة المسرح لها تقاليدها ولها اخلاقياتها، صحش تخش مصاصه. اتفضلي. 1 2 اوكي اكمل. ما معروفه 1 2 بعديها 3 4 على طول. انا لسه ما كملتش. 1 2 3 4. ركزي في الخطوات. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اي 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. طب انا عملت الخطوات، ممكن افهم بقى يعني ايه دي ويعني ايه دي؟ نفذي الخطوات من غير اي مناقشه. كفايه. انتوا الاربعه بروفتكم بكره الساعه 7. استني. انا؟ لا هعمل معاكي بروفا لوحدنا. كده؟ طب امشي انا بقى. ما تخليكي معانا يا مشيره. لا اصلي تعبانه شويه. مشيره ثانيه واحده.
مشيرة، البنت سألتك سؤال وانتي ما جاوبتهاش. أنا دلوقتي اللي عايز أعرف بجد، يعني إيه دي ويعني إيه؟ ده أحسن تسألني تحرجني مشيرة. تعالي، مش عايز استفسار عن أي حاجة. حاولي تلقطي مني الخطوات بسرعة، ركزي، استجيبي للخطوات. 1 2 2 لفي. بتقولي انك بتغني؟ ايوه. بتقري نوتة؟ ايوه. الأغنية دي حاول تمشي مع التونيشن. أعلى شوية. أعلى سنة. يا بنتي الأغنية ما بتبدأش بتبدأ بخزني. ما انت كنت هتاخذ عيني من القوس. اقفي ورا القوس. مالكيش دعوه بينا، كنت بظبط كمان. خذني 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 خذني. انت كده مش بتغني، انت بتطلبي من ربنا. خالي يا ابن خالي. مش هشحت بيك يعني ولا ايه؟ بتقولي لحبيبك خذني خذني من الفاضيز. خذني خذني مش هنردح. خدني. معقولة لحبيبك بتقول لحبيبك قالت خدني خذني خذني فإني أحب الحياة. صعبة عشان العفو.
نفسي اعمل اغنيه كلها كده. صعبه قوي. يلا دي ايه؟ قمر. يلا. وأعشق في الليل ضوء القمر. معلش عشان اصل حسني قريبه من خد البيزا واسكت ف خذني فإن أحب الحياة وأعشق في الليل ضوء القمر. وحشه قوي. اول مره تمثلي مش كده؟ اول مره تمثلي على المسرح؟ أيوه. شوفي، مهنة الممثل بتعتمد على 3 أدوات رئيسية: العقل وجسمه والجهاز التنفسي. عقله إن شغلته بتبدأ بعقله عشان تصل لعقول الناس، دي أهم أداة. جسمه هي دي مشكلته، إن العازف بيبقى في إيده آلة يستطيع إنه يضبط أوتارها عشان يعزف عليها، إنما الممثل مشكلته إن هو جسمه هو آلته اللي يجب أن يضبط أوتارها كي يستطيع العزف عليها نغمات صحيحة تصل للجمهور. الجهاز التنفسي عشان ينظم الأداء بتاعك بين الجملة والجملة. خلينا في العقل لأن هو أهم أداة عند الممثل. إزاي الممثل يكتشف عقله بيشتغل إزاي؟ عقل الممثل بيشتغل في 1/60 من الثانية. الثانية في 1/60 من الثانية لازم ياخد أوردر ويدي أوردر، أو ياخد أكتر من أوردر في نفس الوقت ويدي أكتر من أوردر في 1/60 من الثانية. لازم الممثل يدرب عقله إزاي بسرعة في 1/60 من الثانية بياخد أوردر ويدي أوردر. هنعمل تجربة. أنت المفروض مرايتي، مظبوط؟ أنا قدام المراية لما أعمل أي حركة أي موفمنت، أنت المفروض هتبان الحركة دي في المراية وأنت مرايتي، فهتعملي نفس السينكرونيزيشن، الزمن، تزامن، إزاي نفس الأداء نفس الحركة الارتفاع أكنها مراية. يعني أنا شايف نفسي في المراية كويس، أنت المفروض مش عارفة أنا هعمل إيه. عشان كده هيبقى عقلك بيتدرب إزاي في 1/60 من الثانية ياخد أوردر أو أكتر من أوردر. جاهزة؟ أوكي، دلوقتي ريدي. لا خلاص راح فين يا ماما؟ مراية. انا هعمل كده وفي المرايه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. معقوله؟ هتعملي مكياج الصبح ترجعي بالليل تشوفي نفسك عامله على بال ما تشوفي صورتك؟ لا، مرايه بالظبط. يلا. لا انت مركزه هنا اهو، مش كل مره. ما لا ركزي. صباعي فين؟ صباعي يا امي، صباعي فين؟ رجلي في المرايه، رجلي فين؟ فين لساني؟ امي حافظه اشتغل لوحدي، معقوله؟ طيب نشوف ازاي بقى العقل يدي اوردرين عكس بعض، اوردرين عكس بعض في نفس الوقت في 1/60 من الثانيه. اعملي بوشك، النص ده بيعيط والنص ده بيضحك. في تاتش هطل شويه. عادي يا بنتي، كده الضيوف يفتكروا ان انا مجنون. عادي. ازاي عقلك في 1/60 من الثانيه هيدي اوردر لعضلات وشك هنا انها تتاثر وتنفعل وتعيط، وفي نفس الوقت النص ده هتدي اوردر للعضلات دي انها تضحك.
دو تقدري تعمليها. يلا ركزي كده. هنشحت يا امي، هنشحت كده. مديه على اسماعيل ياسين شويه. طيب ازاي بقى تعبري بجسمك انك شجره في مهب الريح؟ ده كده عود قصب يا امي. شجره بلوط، جذع كبير لها جذور في الارض ثابته. الشجره مهما كانت الرياح ما بتهزهاش. طيب دي الشجره، فين الريح؟ ازاي انا عملت جسمي كده شجره؟ ممكن الناس تتخيل ان دي شجره. يعرفوا منين ان في ريح؟ منين؟ ها؟ منين؟ منين ايه؟ منين؟ لا رياح. لا رياح مش ريح، رياح. عاصفه اهو. احساسك الداخلي هو اللي يبين للناس ان في عاصفه. انا اسف ما تعرفناش. انا اللي اسفه، بس صدقني انا كنت بهزر هناك. كلهم في الاول بيقولوا كده، انما بكره النكد بكره ان شاء الله. اسمك ايه؟ كريمه. شوف يا كريمه، انا هقدم على المسرح هنا كارمن. اوبرا كارمن بتاعت بيزيه؟ لا مالناش دعوه بيزيه، انا ليا تصور تاني خالص في كارمن. انا عامل معالجه ما بين حدوته اوبرا كارمن وبين الواقع. مش شرط الواقع بتاعنا، ممكن يبقى الواقع العالمي كله، الاحداث اللي بتحصل في العالم كلها، من خلال مناقشه حيويه ما بين فكره الحريه المطلقه والديكتاتوريه. هل الحريه المطلقه اللي بيصل فيها الناس لحد الغوغاء والتمرد والجحود والفوضى بتستلزم وجود ديكتاتور عشان يكبح جماحها، ولا وجود الديكتاتور اصلا اللي بيقهر الناس هو اللي بيدفعهم للمطالبه بمزيد من الحريه لغايه لما يوصلوا للفوضى؟ خلال تساؤل كبير وعام، من هو الديكتاتور في عالمنا النهارده؟ بحيث ان الناس تبقى قاعده في الصاله مش فاهمه حاجه، هما مبسوطين كده بس مش اي حاجه. يعني يقول لك ايوه ده كارمن، فجاه يقول لك لا مش كارمن دي حقيقه، وفجاه بعد شويه يقول لك لا ده بيحصل في الواقع، لا دي كارمن. مش مهمتي انا هنا الخبط الناس في الصاله. بس انت لخبطتني انا شخصيا. لا الممثل المفروض ما يتلخبطش عشان هو ده اللي هينقله للناس في الصاله. خلينا في كارمن الاصليه بنت غجريه، جمالها متوحش بدائي، كلها حيويه وعنف. الحب بالنسبه لها، انت بتحبي؟ يوه حبيت كتير. لا اقصد انت حبيتي؟ الحب ضعف، وانا بحتقر في نفسي قوي ان انا اكون ضعيفه. والحب بالنسبه لكارمن كان حب مطلق، زي حب الحياه، زي حب الفراشات للزهور، زي حب الطيور لاغصان الشجر. كارمن هي رمز الحريه والدفاع عنها، امراه جميله وساحره، مفيش راجل بيقدر يقاوم سحرها، وفي نفس الوقت كل راجل فيهم عايز يسيطر عليها ويقهرها، وده اللي بترفضه كارمن بكل كبرياء واعتزاز. انا هرفع عليكم قضيه، والله لا ارفع عليكم قضيه. لحقتوا تكتبوا قصه حياتي؟ يا ترى متجوزه؟ والله يا اخويا ما اعرف. كارمن؟ انت متجوزه؟ اتجوزت. برافو. واتطلقت. هارد لك. زي كارمن ما قدرتيش تطيقي القيود. بس اكتشفت ده متاخر. بعد ما اتجوزته سافرت معاه بلده، ما طقتش، رميت له الذهب والالماظ ورجعت. بعد شهر ونص سبته. لما اكتشفت بقى انه عايز يقهرني باللي بيملكه، انا قهرته باللي انا بملكه، حريتي. والحريه بالنسبه لكارمن كانت اغلى شيء في الوجود. ده طبعا كارمن، ممكن استلفه عشان افهم شخصيتها اكتر؟ طبعا، خدي كتاب اقريه وافهميه واستوعبيه وانسي كل اللي قريتيه، عشان انا ليا تصور تاني خالص لكارمن. انت هتمثلي كارمن اللي في دماغ انا. لما هتيجي البروفا بكره الساعه 7 هنا هتعرفي انا هقدمها ازاي. موافقه؟ موافقه. باي باي. باي باي. كريمه، انت ما سالتنيش ليه اخترتك انت بالذات عشان تلعبي دور كارمن. انت كمان ما سالتنيش ليه انا وافقت. عشان شفت فيك كبرياء واعتزاز بنفسك. وانا وافقت لاني حسيت من كلامك انك مؤمن جدا باللي انت عايز تعمله ومتحمس ليه، وعايزك انت كمان تؤمني بيه وتدافعي عنه عشان تجبريني
انك تعملي كارمن. ايه ده؟ انا كارمن. بالشفا يا امي بالشفا. بروفا. بسرعة في وضع الاستعداد. ايد. كريمة، ده أول ظهور كارمن، مالك متشنجة كده ليه؟ ده تشنج؟ انا بحاول يبقى عندي كبرياء. وانا وريتك 100 مره الخطوات والاحساس، حاولي تقلديني. واقلدك ليه؟ انا هعمل كارمن مش مشيره. هتقلديني لان انا كارمن. ولما انت كارمن الاستاذ ما خلاكيش انت تعملي الدور ليه؟ انا هبلغه سؤالك ده عشان ينزل يتفاهم معاكي. راحه 5 دقايق. ايه يا نبيل؟ انت واخد مني موقف ولا ايه؟ كل البروفات دي وعامل نفسك مش عارفني؟ ايه مش عايز تكلمني؟ بقالنا سنين طويله من ايام المعهد، لا شفتك ولا اتكلمنا. ايه المشكله؟ المشكله ان احنا بقينا زملاء في فرقه واحده. ويا ترى مين اللي هيسيب التاني المره دي؟ نبيل، انا بقول زملاء، يعني المفروض على الاقل نتعامل كزملاء. قصدك نستهبل وننسى اللي فات. بالعكس، اللي فات كان شيء جميل جدا وانتهى. انا كنت بحبك وانت كمان كنت بتحبني، بس بعد فتره اكتشفت ان حبي مش كفايه عشان اتمسك بيك فمشيت. وما رحتيش بعيد، رجعتي تاني عشان تحبيني. نبيل ما تفهمش غلط. لا 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 لا، انت اللي ما تفهميش غلط. انت جايه هنا تلعبي دور كارمن اللي هتحب مصارعه تيران في الاخر، وانا يا كريمه مصارعه تيران. بروفا انتهت. اتفضلوا روحوا سيبوا لي المسرح. اتفضلوا لي خش المسرح عشان واقف عندك بتعمل ايه يا نبيل؟ انا مستني البروفا يا استاذ. انت كده مستني العدل يا بابا. تعالى ما تعمليش فيها جان، ابعد كلمني هنا. انت مالكش بروفة النهارده، ايه اللي جابك؟ اتفضل روح قيس لبس مصارع سنان عند راضي، اتفضل. نبيل انا كنت عايزه اكمل كلامي معاك. بروفا، هعمل بروفا. اتفضلوا هعمل بروفا من غير نبيل. اتفضلي لوشي معاهم اي بروفات. ايه؟ قنبله هي دي اللي هتعمل كارمن؟ ايوه. جبتها له منين؟ كده موقفي اتغير. يعني هتصرف عليها؟ طبعا كده تستاهل. الروايه، اقتنعت بالروايه؟ انا ما اصرفش على الروايه، انما ممكن اصرف على الحلوه دي. مواهبها عاليه جدا. غلط. اللي بتعمليه ده كلام فارغ مش رقص، ده رقص كباريهات مش مسرح. مشيرة تعالي عايزك ثانيه واحده. خدم عليا وانا عايز ابقى قرشين، انا معايا فلوس كتير. فلوس ايه يا معفن؟ تعالى يا مشيرة، ايه حكايتك بقى مع كريمه؟ البنت دي مش نافعه، ما فيهاش اي حاجه زياده عن البنات التانيه. مش قادره تاخد احساسي انا بالشخصيه، وانا بعمل البروفات احساسي اعلى 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 بكتير من احساسها. لا لا لا، البنت دي مش قادره تاخد مني حاجه خالص. ما هي لو خدت هتاخد بالكتير انفلونزا. مشيرة حبيبتي، انت مش هتلعبي دور كارمن. ما انا عارفه، بس ممكن اعرف السبب؟ سبب بسيط جدا ان انا شايف كده من اول ما عيني وقعت على كريمه وانا شايف فيها كارمن. حضرتك شايف اكتر. عشان كده عايزك تمرنيها وتدربيها وتديها من خبرتك. وعد؟ خليكي معايا ردي عليا. انا معاك، بس واضح ان حضرتك مش مركز معايا. هو ممدوح ليه في بروفة النهارده؟ لا، بس واضح انه هيبتدي يحب البروفات قوي. معقوله بتقولي عايز تحلق شعرك؟ طب ده انت احلى حاجه فيك شعر. اصله مضايقني، القصه بتنزل على عينيا مزهقاني. بروفة انتهت. اتفضلوا روحوا. كويس، يعني تقدري تعملي عزومتي على العشاء. موافقه، يلا بينا. بروفة، هعمل بروفة. انا مش عارف هلاقيها على مين ولا مين. الروايه دي هتطلع بروفات بس. اتفضلوا بروفة، هعمل بروفة. هعمل بروفة على مشهد ظهور كارمن. البنات تروحوا تلبسوا لبس عاملات مصنع الدخان.
والولاد يلبسوا لبس عساكر نقطه شرطه، وانت يا ممدوح البس لبس الضابط زونيجا وخليهم يحضروا لبس الضابط خوزيه. كويس. هو مش زونيجا ده رئيس خوزيه في الشرطه؟ يعني انا رئيسك. رئيسي في المسرحيه بس، وما تسبلهاش بقى، ما تسبلهاش بقى عايزين من اول رايح كل واحد فينا يبقى واضح بقى. ها حوش القصه من على عينيك، حوش حوش. مشيره روح يا مشيره البسي باروكه ممدوح، قصدي البسي لبس من يوليتا زميله كارمن في المصنع، وعايزكم انتوا بتأدوا المشهد تأدوه بشكل طبيعي. يعني البنات وهي خارجه من مصنع الدخان في فتره الراحه بتتمشى في الميدان، تغازي العساكر بخفه ورقه ما تبقوش متخشبين زي البروفه اللي فاتت. ايوه يا ريس كانوا متخشبين قوي. طب انشف انت يا حلاوه، ده انت هتعمل دور عسكري. حاضر انشف يا ريس. او احنا عشان انا بتخش في وسطيهم وخلصني. وانت يا كريمه عايزك كنت بتحدفي الورده للظابط خوزيه في نهايه المشهد، ما تحدفهالوش برقه، لا تحدفها له بقوه. تذكري دايما شخصيه كارمن القويه العنيده. لبسوا هدومكم تعالوا لي، اتفضلوا. يلا عايزين نعمل مشهد كويس. بروفا، هعمل بروفا لكريمه لوحدها على بال ما تلبسوا لبسكم. تحب ابدا من اول المشهد؟ انا اسف، متاسف، مش عارف ايه اللي جرالي. اول مره في حياتي اتصرف تصرف احمق زي ده. ازاي افرض عليكي بروفا من غير ما اخد رايك ولا راي زمايلك؟ طول عمري ديمقراطي. الغوا البروفا. لا 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 مش هعرف انام بالليل. لا 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 مش مشكله، مادام لصالح الشغل خلاص. بس انا خايف اكون يعني حرمتك من عزومه العشاء، وانا ما احبش تعملي حاجه غصب عنك. لا انا عمري ما هعمل حاجه غصب عني. وعموما بقى انا كان نفسي اشوف فستان كارمن. غريبه. ايه هو اللي غريبه؟ كلامك وتصرفاتك عكس اللي بيقولوه عنك في الفرقه خالص. بيقولوا عليا ايه؟ بيصوروك انك ديكتاتور ومتسلط. انا اعوذ بالله. ما انا شايفه غير كده خالص. حاسه انك رقيق وقلبك طيب ومتفاهم وعمال تدي فرصه لكل الناس اللي حواليك. يلا اعمل خير وللبحر. شوفي يا اختي كريمه، اي انسان بيقود مجموعه بيبقى قدام احد امرين، يا اما يبقى طيب ومتسيب ويسيب كل واحد في المجموعه دي تعمل على مزاجها، تتصرف زي ما عايزه لغايه لما يوصلوا للفوضى، ساعتها بيحبوه، يا اما يبقى متشدد وصارم وقاسي بيقسو عليهم عشان يوصل بيهم لهدف نبيل، ساعتها بيكرهوا. عارف ايه اكتر حاجه عجباني فيك؟ ايه غير الطيبه؟ صحيح ايه غير الطيبه؟ رقتك وحبك لعملك. ايوه يا اختي، صح فعلا صفاتك موجوده. وبحس كمان ان انت كده اللي في قلبي على لساني. لا بحس ان انت في جيبي الغيري. صح ازاي الفتره الصغيره دي ولقطت الصفات اللي فيها دي كلها؟ ده انا ما اعرفهاش والله. لا بحس ان انت بتتكلمي بقى عن نكران الذات. عندي عاليه قوي قوي قوي. نكران الذات عندي عاليه قوي 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 قوي. نكران الذات ونكران الجميل. لا قصدي نكران الجميل دي صفه مش موجوده فيها اساسا. لا اقصد اقول ان انا بحس ان انت بتتكلمي على التفاني بقى، ده حاجه تانية. عندي التفاني من اجل الاخرين عيضه مضحي فعلا. لا اقصد اقول تقصدي ان انا مرح فعلا. صح بحس ان انت بتتكلمي على الحنيه كحنان يعني. ممكن تسيبني اقول لك انا بقى اللي عاجبني فيك انت؟ متاسف سوري. اهم حاجه ان انا بحس ان انت عندك ثقه في نفسك. ايه ده احنا ما قلناش في الاول دي خالص؟ مع انها دي بالسليقه دي عندي عاليه قوي برضه. وكمان ما بتحاولش تقهر حد اطلاق خالص. مش بدليل ان انت عندك عندي دم. لا بدليل ان انت عندك ولد ممتاز هنا اللي اسمه زكي شبانه، ده بيكتب حاجات تجنن، اكيد عشان انت بتشجعه. زكي ده ابننا. بس ارجوكي اوعي تغيري رايك فيا لما تلاقيني عصبي في البروفات او بتنرفز وكده. ده مسائل مش... لا انا عايزه انجح عشان ده حق. برافو عليكي. البسي بقى فستان كارمن تعالي بقى عشان تتحفينا بمشهد كده.
الهطل عالي قوي. صبرك عليا يا زكي يا شبانه يا تليفونيست، ان ما لفيتك مع القرص ما بقاش هنا. ما سمعتش منك ولا كلمة. كنت بتقول ايه يا زكي زفت؟ بقول لحضرتك انا تعبت، ارحمني. بس الولية بقالها ساعة بتنازع على الشريط وانت في كلمتين تعبت ارحمني؟ عايز ايه يا كرخانة؟ صدقني سعادتك كانت غلطة مش هتتكرر، بس رجعني الفرقة تليفونيست. والسيناريست؟ حرمت، توبة ألف تاني، كانت وصلة شيطان. ما عندكش موهبة، ها؟ دايما تكتب الكلام الفارغ ده كتير. ما انا لو كتبت كلام مش فارغ محدش هياخده مني. وانت مالك؟ انت مالك؟ ها؟ هي دي شغلتك؟ من غير ما تزعل يا ريس، ساعات بحس اني عايز اكتب حاجة اعبر فيها عن اللي جوايا. لما تعبر عن اللي جواك وتكتب كرخانة يبقى في جواك كرخانة. الناس ذنبها ايه تعبر عن نفسك المريضة دي؟ هتفيدهم بايه؟ بنقل لهم الواقع يا فندم. واقع تاني؟ شفت يا زكي؟ يبقى انت جواك مصر تألف. واقع ايه ده يا زكي؟ واقع ايه يا استاذ زكي؟ عايز تقول لي انك شايف الواقع بتاعنا كرخانة؟ انا ما قلتش كده. الكلام اللي انت كاتبه بيقول كده، تقدر تنكر؟ انا ما انكرش. يعني معترف؟ اعترف بايه؟ انك شايف كل حاجة حوالينا هي رموز للكرخانة، فكر مشوش ورمز تافه مقصود به التجارة الرخيصة، وبيسفه كل الانجازات اللي احنا بنعملها والارتقاء بمستوى الجماهير. والله ما اقصد. هي وصلت للجماهير والانجازات؟ يعني واحد تافه زيي ممكن يخرب اللي بتعملوه؟ لا، دي الكرخانه دي بتعبر عن بتعبر عن ايه يا زكي؟ بتعبر عن ايه؟ ما هي واضحه. تقدر تقول لي تقصد مين بمدير عامل كرخانه؟ انا ما اقصدش حاجه. اخرس. لا ما اقصدش، وانا خلاص هبطل كتابه. لو كل اللي بكتبه هيتفسر تفسيري واديني في داهيه انا مش هكتب. بس رجعني الفرقه تليفونيست. هرجعك، بس تعرف لو قفشتك ومعاك قلم رصاص ان شاء الله بتكتب بيه نمرة تليفون حتى، ها؟ عارف هيحصل فيك ايه يا زكي؟ ها؟ مش هكتب، والله ما هكتب. مش هتكتب؟ معقولة يا زكي يا ابني؟ معقولة مش هتكتب والبلد تخسر مؤلف شاب زيك يا ابني؟ حضرتك عايز تجنني؟ خلاص يا زكي، ده انا ركعت لك يا ابن الناس وخليت خدي مدهاس. بتذلني عشان عندك موهبة يا زكي. متشكرين. بتحايل عليك تكتب لي ان شاء الله مشهد في مسرحية، مش عايز. متشكرين يا زكي، مش عايزين منك حاجة يا ابني. روح ربنا يبارك لك في موهبتك يا زكي. متشكرين يا ابني. كريمة، شفت يا كريمة؟ ادي الشباب الجديد اللي بنتكلم عليه. اتكل على الله يا زكي دلوقتي. امشي دلوقتي يا زكي. يعني اكتب ولا ما اكتبش؟ لا طبعا تكتب. ده حتى الحاجات اللي انت وريتها لي عشان اقراها بسرعه فيها حاجات لطيفه جدا. لطيفة خالص. انا لسه بقنعه الحيوان الفنان ما احنا لما بنكتب بترجع تزعل. انا بزعل من التفاهات اللي بتكتبها يا زكي وبعدك عن واقعية مجتمعك. اكتب اللي جواك بشرط تبقى شايف مجتمعك واللي حواليك صح. واجه مجتمعك بأخطائه يطلع عمل فني رائع. فهمتك يا أستاذ. أنا هكتب على كيفك. انت حر. هكتب وخليكي شاهدة يا ست كريمة. اكيد الاستاذ هيشجعك.
طب ده هو بيقسو عليك عشان يستفزك. ايه ده؟ هذبحك والله لا اذبحك يا زكي لو ما كتبتش، وهطلع روحك المتوهجة في عمل فني رائع. يعني ممكن ارجع الشغل؟ ارجع 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 يا زكي. وهكتب. اكتب استقالتك. حضر لي رزبتين ورق وشوية اقلام وشايفة ال50 وحطهم لي على مكتب الاستاذ يا شوقي. اشكرك يا رب. الحمد لله زكي هيكتب. تتصور الفستان لما لبسته خلانا ننسى الحوار والبروفات كلها اللي احنا عملناها على المشهد الاولاني. ده احساس طبيعي، الممثل من حين لاخر في البروفات لازم يلبس لبس الشخصيه في البروفات الحركيه والصوتيه. ايوه بس انا حاسه ان انا متكتفه ومش حره في الفستان ده. معلش كل شيء بالتمرين. يلا بقى سمعيني وفرجيني على المشهد اللي انت اتدربتي عليه، مشهد ظهور كارمن. هتسمعي المزيكا عاليه وبعدين تبقى باك جراوند. اول ما تنزل المزيكا خلفيه هتقولي المنلوج. خلي بالك المنلوج بتاع كارمن لازم تبيني من خلاله شخصيه كارمن، الشخصيه القويه العنيفه. موافقه؟ يلا جاهزه؟ جاهزه طلعت؟ مزيكا. خلاص يا أمي. بس يا اختي بس كارمن هتلدح للفصحى يا اختي. بس دي مش كارمن، ده انت عايشه مع نفسك يا ماما. بس الله يكرمك الله يكرمك، فضحتيني قدام الضيوف. بس يا اختي بس يا طلعت. فرحان يا طلعت. أنني لا يموتني أحد وأنه لن يفيدني الاستجداء والتهديد عندما لا أرغب أنا في حبك. ثانية واحدة هقولها تاني. تاني يا طلعت. الرقاصة داخلة يا طلعت. زفت. ايه ده يا امي؟ دي كارمن من القللي. ان انا اتعدى. انت يا اخويا انت. كارمن في الحارة بتجري ورا عربية رش. زفت. أنا منفعلة. انت مفتعلة عشان حافظة مجرد كلامه بس، انما مفيش احساس. ما أنا كمان لسه ما اتدربتش كفاية. مفيش تدريب على الاحساس. دي لحظة بتستحضريها، انما لازم تبقي فاهمة اللي بتقوليه. لا أنا فاهمة. ما انتش فاهمة. لا في تقطيع الجمل صح ولا منظمة نفسك صح. مفيش أي انسجام بين حركة جسمك واللي بتقوليه. واقفة تنشري غسيل مدلة نفسك في الشباك. لا تحدى معايا اللعبة. سقافوا مرعوها عليا. سقافوا يا فضيحتي. 800 متفرج في رقبتك يا اختي. هيفتكروا كارمن عم محمود بتاع شربة الدود. انا اتحدى. دمرتي مستقبلي. هرجع ادرس في المعهد تاني. طب خش بحزمتين فجل يا ماما. انا اتحدى. زفت. واقفة قدامي زي اللي محكوم عليه بالتمثيل. ده فن وعلم اصعب من علوم الذرة. انا ما فهمش في الذرة، عشان كده عمري ما هعمل قنبلة ذرية. اينشتاين ما فهمش في علم التمثيل، علشان كده عمره ما هيمثل وعمره ما ممثل ولا كتب اسمه على افيش. اذا كانت المسألة بالنسبة لك اكل عيش وقرشين، انت عارفة كويس قوي ازاي تسلكيهم من بره المسرح ده. خلي بالك انت كده بتهني وانت بتحطمي حلمي، وتبقى كارمن هزمتك.